الناس كلها عماله بتسافر، وصاحبك اللي كان بيخلص معاك الورق سافر وبعت لك صورته وهو في السعوديه، وصاحبك التاني يقول لك ايه يا عم احنا هنفضل قاعدين هنعمل ايه؟ احنا نشوف فيزا حره ونطلع نسافر وهو اسهل واسرع. لكن هل هي فعلا اسهل واسرع؟ وهل هي فعلا مناسبه ليك؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفيزا الحره. بس استنى شويه، قبل ما تقرر انك تاخد فيزا حره لازم تفهم معنى الفيزا الحره. الفيزا الحره لازم معناها انك هتيجي هنا السعوديه على حسابك وتبدا تدور على شغل، هتقدم السي في بتاعك للشركات وبعدين هم يحددوا معاك مواعيد وتحضر انترفيوهات، نفس اللي كان بيحصل في مصر. فانت هنا محتاج تقف مع نفسك وتشوف هل انت كنت بتأدي في الانترفيوهات كويس ولا لا، وهل السي في بتاعك كويس ولا لا. ما هو يعني ممكن يكون سبب الرفض او سبب التاخير في مصر هو هيكون سبب الرفض هنا في السعوديه، لان الشخص ما اتغيرش، انت نفس الشخص ما اتغيرتش. فممكن لما تيجي هنا تقدم وفي هنا بالمناسبه فينا ناس كتير لما بتقدم على فيز حره بتقعد 4 شهور ممكن تنزل من غير ما تلاقي شغل اصلا. فنفس الشخص اللي كان بيترفض في مصر هو نفس الشخص اللي يجي السعوديه. فانت قبل ما تاخد فيزا حره لازم تقف مع نفسك واقفه وتشوف انت بتترفض ليه، هل المشكله فعلا منك ولا المشكله من زياده الاعداد. نيجي بقى على النقطة الثانية، ودي نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها. أنت لحد قبل ما تركب الطيارة وتيجي السعودية بتدفع أول حاجة $2000 ديت برق البرومترك وتراخيص في وزارة الصحة السعودية، وبتدفع ثمن الفيزا اللي هو من 4000 ل 4000 ونص ريال. وبالمناسبة ال 4000 ونص ريال ده مش ثمن الفيزا، ثمن الفيزا بيبقى تقريبا 2200 أو 2300 ريال. طب هو الفرق ده أنت بتدفعه ليه؟ الفرق ده بيكون عبارة عن العمولة بتاعة الشركة اللي أنت جاي عليها في السعودية وعمولة المكتب اللي جايب لك الفيزا الحرة في مصر. طب هو أنت بتدفعه ليه؟ أنت بتدفع الرقم ده نظير الأمان، بمعنى إن أنت لو جاي على شركة مش معروفة، أنت مجرد ما تخش السعودية بيبلغ عنك هروب عشان يجيب واحد تاني وياخد عمولته ويبقى الدنيا ماشية كده. فايه المشكله لو اتبلغ عنك هروب؟ لو اتبلغ عنك هروب بتتمنع من دخول السعوديه 3 سنين. فانت بتدفع الفرق العموله اللي هو تقريبا 2000 ريال عموله، انت بتدفعهم عشان نظير الامان، عشان تبقى ضامن انك انت داخل على مكان مش هيبلغ عنك هروب ويلغي تاشيرتك والفلوس اللي انت دفعتها دي كلها راحت. فانت لحد قبل ما تركب الطياره بتكون دافع حوالي 12000 ريال مع اجراءات برومتريك والفيزا الحره. ده لحد انت لسه ما دخلتش السعوديه. انت هتنزل هنا السعوديه هتبقى مطالب منك اكل وشرب والسكن وتكلفه التنقل. انت هتنزل هتلف على الاماكن عشان تعمل انترفيوهات، يعني انت ممكن تبقى في جده وتروح تعمل انترفيو في الرياض، تعمل انترفيو في الدمام، فكل دي هتبقى تكلفه عليك. كل ده انت تدفع ثمن المواصلات، وممكن تركب، يعني انت ممكن تركب في حاجات تركب لها عربيه وفي حاجات تركب لها طيران عشان تروح تعمل مقابله. فكل التكلفه دي عليك. هل انت عندك استعداد؟ انت لحد دلوقتي دافع 12000 ريال ومتوسط تدفع لك في الشهر لحد ما تلاقي شغل 2000 ريال، يعني احنا لو حسبنا متوسط 3 شهور لحد ما تلاقي شغل بتتكلم في 6000 ريال، وكمان في 12000 ريال، يعني انت بتتكلم في 18000 ريال، قول 20000 ريال. هل انت عندك استعداد مادي انك تدفع تضحي بال 12000 ريال بال 20000 ريال؟ هل انت اصلا، ما انت ممكن ال 20000 ريال اللي موجودين معاك ده انت ممكن تعمل بيهم اي حاجه ثانيه غير انك تسافر. يعني بدل ما تدفع 20000 ريال على حاجه انت ما انتش ضامنها، انت ممكن تستثمرهم، مش لازم انك تعملهم كصيدلي تطلع كصيدلي، ممكن تستثمرهم في اي حاجه ثانيه، وان شاء الله هنبقى نعمل فيديو ثاني في الموضوع ده. هل انت عندك استعداد ومقدره ماديه انك تدفع المبلغ ده وما انتش ضامن اصلا ان هو اصلا هتلاقي شغل ولا ما تلاقيش؟ المبلغ مش قليل، المبلغ 20000 ريال. وهو انت ليه اصلا حاصر نفسك في انك لازم تشتغل كصيدلي؟ لازم انك تتخرج وبعدين تعمل معادلات وامتحانات عشان تطلع تشتغل كصيدلي. ليه لازم تشتغل كصيدلي؟ ليه ما بتفكرش بره الصندوق وتشتغل مثلا كفريلانسنج او تشتغل تفتح بيزنس تبقى انت بيزنس اونر؟ ليه انت ما تفكرش بره الصندوق؟ ليه لازم تدفع 20000 ريال عشان تلاقي شغل؟ طب ما انت ممكن تعمل حاجه ثانيه ب 20000 ريال. فانت انت ادرى بظروفك، لازم تقرر انت هتعمل ايه. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش بقوله لك عشان ما تسافرش، لا انا بقوله لك عشان تشوف لها حلول. يعني التكلفه الماديه ديت على فكره محلوله، مش محلوله. لو انت ليك قرايب او حد صاحبك موجود في السعوديه ممكن تروح تقعد معاه، هو يشيل عنك السكن والاكل والشرب، وحتى ممكن يشيل عنك المواصلات لو هو يقدر يوصلك بالعربيه بتاعته. فالمشاكل الموجوده ديت ممكن نحلها، وممكن ان احنا اصلا نفكر خارج الصندوق ونشوف حاجه ثانيه زي فريلانسنج او نبقى بزنس اونر وما نشتغلش اصلا في مجال الصيدله. فانت بناء على شخصيتك وطريقه تفكيرك انت اللي هتقرر انت هتعمل ايه. احنا بنفتح لك المواضيع. خلاص يا عم انا مش هطلع فيزا حره وهفضل في مصر. في الحاله ديت لازم تقف مع نفسك وتشوف انت بتترفض ليه. هل بتترفض لان في عندك مشكله في السي في وان شاء الله هنعمل لها حلقه، ولا بتترفض بسبب ان انت مش بتأدي في الانترفيوهات وان شاء الله برضه هنعمل لها حلقه. وخليك دايما عارف ان مش كل فرصه سريعه هي الصح، ومش كل تاخير معناه فشل. في الاول والاخر الموضوع ده رزق بيد ربنا ومش شطاره من حد، انت بتعمل اللي عليك وخلاص. وهو في الاول والاخر رزق، وقت ما رزقك يجيلك هتلاقي الفرصه بتناديلك.